الدوكسايدر هو حوار جريء بين القلب والعقل والخبرة والتجربة. برامج الدوكسايدر هي أفكار غير ربحية تعليمية، الهدف منها هو التوعية ونشر الحقائق والخبرات. لذلك وجب التنويه أن ليست جميع المنصات ترحب بالأفكار الخلاقة التي قد تقدم عبر برامج الدوكسايدر، وبناء عليه يرجى نشر ومشاركة ودعم الدوكسايدر حتى تصل الأفكار إلى أكبر عدد من المستفيدين. تحياتي، يلا نبدأ. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ من فترة قريبة اتوفى الفنان علاء عبد الخالق. انا هركز ان انا اقول الاسماء علشان انا بشتكي في الحلقة دي من حد فنان برضو وكلنا بنحبه من نفس جيل علاء عبد الخالق، بس بصراحة الموقف كان غريب شوية اللي عمله. لما كانوا مستضيفينه وبيسألوه رأيه في وفاة الفنان وكده، فجاء سؤال ايه اكتر اغنية بتحبها للفنان علاء عبد الخالق؟ الطبيعي ان في كام اغنية كده اللي اشتهر بيها جدا علاء عبد الخالق واللي سمعت واللي كانت سبب في شهرة واسم علاء عبد الخالق والاغاني اللي احنا كلنا بنسمعها. من غير ما انا اقول اسامي الاغاني دي، اكيد انت عارف الفنان علاء عبد الخالق باغاني معينه. طيب الفنان اللي هو من جيل علاء عبد الخالق ده لما اتسال السؤال ده راح جاب اغنيه محدش يسمعها خالص او محدش يعرفها، مع ان يعني معلش احنا لو حددنا الاغاني اللي كان مشهور بيها الفنان علاء عبد الخالق هيبقوا مثلا عدد معين من الاغاني. انت ليه خرجت من الاغاني دي؟ هل مثلا انت فاكر ان انت لما بتيجي تقول للجيل الجديد على الاغاني دي فانت كده بتعمل له دعايه؟ طب ده راجل اتوفى، يعني خلاص الدعايه حتى ليه مش هتفرق معاه حاجه، يعني خلاص هو مش محتاج حاجه من الكلام ده كله. فليه فكره ان حسيت ان الامر متاخد بشكل نفسي شويه، ان انت مش عايز تروج له؟ يا راجل ده اتوفى خلاص، يعني مش محتاج منك حاجه، ودعايتك لاغانيه اللي كانت مشهوره اللي هي فعلا حلوه قوي مش هتفرق معاه حاجه. فلما تيجي تختار له اغنيه وتغنيها للمذيع، تختار له اغنيه اصلا ما كانتش مشهوره لا في وقتها، ولو الناس سمعت الحلقه وابتدت راحت تدور على الاغنيه، يعني الاغنيه حلوه على فكره مش وحشه، بس مش بشهره او بقوه الاغاني التانية، وخصوصا الاغنيه اللي انت اخترتها اصلا مش اغنيه اوريجينال للفنان علاء عبد الخالق، يعني هي اغنيه اصلا معموله عن اغنيه قديمه. فالنقطه دي غريبه قوي، يعني الناس حتى في حته النفسيات دي حتى مع الموتى، الموضوع ده يعني يا ريت كل واحد يخلي باله منه ويحاول ينقي نفسه منه قبل ما الموضوع يكلكع معاه مع الزمن. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.